إصدار شهادات 28% وقرارات هامة من البنك المركزي. وما هي مصير الشهادات الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. يلا بينا نشوف الشهادة اللي معانا النهاردة. لأننا بنبحث على أعلى عائد بالبنوك ليناسب نسبة التضخم، وأيضا بنبحث عن البدائل للشهادات المطروحة حاليا، وذلك بسبب نسبة الفايدة الغير مناسبة للتضخم لكتير من العملاء. فمنذ انتهاء شهادة 18% وكتير من العملاء لم يقوموا بربط شهادات لهم وانتظارهم إصدار شهادات مناسبة. طبعا اللي رابط شهادة وهو معتمد أصلا على الدخل الشهري للشهادات دي فهو مش فارق معاه الربح الجيد وزيادة أمواله، بس هو عامل الشهادة دي لزيادة دخله. عشان كده عند نزول شهادة 19% أو 22% المتناقصة لم يتردد وقام بربط الشهادة المطروحة، لأن هو عايش على أرباح الشهادات. أما من يبحث عن زيادة رأس أمواله فهو يبحث عن بدائل أخرى، ومن أهم البدائل دي الذهب. كلنا شايفين إن الذهب في فترة بسيطة كان ب2150 جنيه وحاليا وصل ل2800 جنيه، وذلك فيما يقارب شهر واحد فقط. ودي بتعتبر أرباح كثيرة بالنسبة للمبالغ الكبيرة، لأن إحنا في الشهادات لم يتم تحصيل هذه المبالغ. وأيضا في فئة كبيرة ذهبت لأذون الخزانة واللي العائد عليها بيوصل ل26% قبل خصم الضريبة. وطبعا انت بتصرف الفايدة مقدما 26% كاملة، اما الضريبة فهي بتبقى 20% على الأرباح في نهاية مدة الإذن. وكمان بياخد الفايدة بتاعة الإذن مقدما وبيستثمرها مرة أخرى إما في إذن خزانة أو ذهب، وبكده بيقدر يكسب أكتر من الشهادة أضعافها. وكمان أذون الخزانة لها مدة تقدر تحددها من 3 شهور حتى عام، وبتقدر في أي وقت تسيل أموالك. وحتى بدأت الشركات بطلب شراء أذون خزانة وتقديم طلبات تصل ل 28% و30%. ومع اقتراب موعد الفيدرال الأمريكي اللي هيكون في يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل، واللي هيحدد فيه أسعار الفايدة، وأيضا اجتماع البنك المركزي في نهاية ديسمبر واللي هيحدد بعده البنك الأهلي وبنك مصر أسعار الفايدة على الشهادات الجديدة. فتابعوا معانا كل جديد على القناة، بس ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.